راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيت يعود من جديد. الرجل حذر في هذه التغريدة من تغيرات جوية غير مألوفة سيشهدها العالم خلال الأيام المقبلة. جينا البحر باش نعومو، ملقيناش البحر. أين هو البحر؟ ماما شوفي ليديا هربان منها الماء ما بقاش هنايا. السلام عليكم الإخوان، تتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وبألف ألف خير. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة على القناة ديالكم. مؤخرا انتشر وبشكل كبير العديد من الفيديوهات اللي تبينوا تراجع البحر. ماما شوفي ليديا هربان منها الماء ما بقاش هنايا. شوفي الناس رافي جالسين عند البلاج. هاد الظاهرة اللي خلقت ضجة كبيرة على منصات التواصل وخلات بزاف ديال الناس كيتساءلوا واش هادشي اللي وقع إشارة لحدوث تسونامي أم أن العالم يتهيأ لحدث عظيم. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نجاوبوا على جميع التساؤلات، لكن قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نتمنى انكم في حاله كنتوا اول مره كتشاهدونا انكم تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك، ديروا معكم واحد جيم وخليو لنا شي كومونتير تحفيزي. في حاله عجبكم هذا الفيديو وبان لكم ان فيه معلومات مهمه فيمكن لكم انكم تبارطاجيوه على اوسع نطاق ممكن. نتعرفوا بعدا على شنو هو التسونامي وكيف ما عرفوه العلماء هو عبارة على موجات ضخمة كتحدث نتيجة لوقوع زلزال وسط البحر. هاد الأمواج اللي كيقدر يوصل العلو ديالها حتى 10 ديال الأمتار وكتكون خطيرة جدا بحيث يمكن لها تدمر قرى ومدن وفي واحد الوقت اللي وجيز، وهذا الشيء اللي سبق له وقع في تسونامي اندونيسيا. عالم الزلازل فرانك هوغربيت، العالم الهولندي المشهور اللي كلشي كيعرفو، سبق له وحذر العالم من حدوث كوارث طبيعية عظمى وقال يجب على العالم أن يكون مستعدا فالقادم أسوأ، مشيرا إلى السواحل والمدن القريبة من البحر. راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيت يعود من جديد. الرجل حذر في هذه التغريدة من تغيرات جوية غير مألوفة سيشهدها العالم خلال الأيام المقبلة. الراصد وصف التغيرات بغير المعهودة وربطها بالطقس، محذرا أيضا من أن هذه التغيرات الجوية قد تحفز زلزالا قوته 6 درجات. ومع كل مرة يظهر فيها الراصد فرانك بتوقع جديد يشكك فيه العديد من العلماء، بعضهم يستبعد توقعاته بذريعة أنها غير علمية، بينما آخرون يقلقون من أن تتحقق، خاصة بعد توقعه لزلزال تركيا وسوريا المدمر قبل. وهذا الشيء اللي قالوا كذلك الشيخ ياسر الدوسري، قال يبدو أن الأرض تتهيأ لأمر عظيم لا يعلمه إلا الله، استعدوا للقاء الله تعالى. ظاهرة تراجع البحر وقعت في العديد من السواحل
المغربية. هذا الشيء اللي خلى بزاف ديال المغاربة يتخلعوا ويطرحوا العديد من التساؤلات على شنو هو السبب اللي يخلي البحر يرجع بهذه الطريقة، وخصوصا فاش تعلقوا هاد اللافتات ديال هاد القضيه ديال مسار الاخلاء من تسونامي. هاد الفيديو هذا من مدينه الجديده، انا راه السنين وانا ساكن في مدينه الجديده، عمري شفت هاد اللقطه ديال طريق الاخلاء 900 متر، وكاين واحد اخر كيدير 250 متر. راه ما يمكنش هاد القضيه بزاف. الناس طلبت السلطات والجهات المختصة أنها تقدم لهم شي توضيح. الناس فريمون خافت وبزاف. بالنسبه للبلاكه اللي سولتيني عليها، هي بطبيعه الحال المفروض كتحس بالهلع والخوف. المفروض انهم كانوا مهدوا للناس، قالوا بان غتكون كذا كذا وما تخافوش، ما هادي خلاو بالبال نايضه على من ما عرفناش. بطبيعه الحال واحد غيقول لك تسونامي وداك الانذار وهذا، كتقول صافي البحر جاهزني كلي. اي طبعا الناس خافت بزاف، الناس خافوا. وما خصنا نعرفوا واحد القضيه، هي ان المغرب دولة غير نشيطة بالتسونامي، لكن سبق التسونامي وضرب المغرب في 3 ديال المرات. أول مرة كانت سنة 1522 وما كانش شي تسونامي خطير. التسونامي اللي كان خطير هو اللي ضرب المغرب سنة 1755، وكان هذا التسونامي بسبب الزلزال اللي ضرب وسط إسبانيا، واللي كان عنده تأثير بشكل مباشر على المغرب، بحيث قدر يولد وقدر يخلق واحد التسونامي اللي خطير، وهذا اللي كيتعتبر أخطر تسونامي ضرب المغرب. لكن التسونامي ديال 1968 فراه ما كانش تسونامي خطير، كانت الامواج عاديه، المهم تحركت الارض بواحد شويه وخلقت واحد الامواج اللي ما كانتش خطيره على السواحل المغربيه. هاد الظاهره ما وقعاتش غير في المغرب، وانما وقعات حتى في سواحل مصر، اللي حتى هي دخلت في واحد حاله تاهب قصوى. الساحليه المصريه خيم قلق ورعب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التخوف من حدوث تسونامي يضرب السواحل المصرية بسبب هذا الزلزال الأخير في اليونان. وتداول المصريون ووسائل إعلام محلية صورا على مواقع التواصل تظهر انحسار مياه البحر المتوسط في عدد من الشواطئ في بورسعيد وراس البر وجنوب سيناء وغيرها. السلطات المصرية حبست الناس باش ما يمشيوش لبعض الشواطئ في مصر لأنها مهددة بالتسونامي، وتيقولوا بأن تراجع المياه البحر اللي وقع في السواحل غير طبيعي وكاينه شي حاجة من موراه، وهذا الشيء علاش قالوا الناس ما تمشيوش لهاد الشواطئ. المصريين حتى هما راهم ضايخين في هذه القضية. باش نجاوبوا على حقيقة واش ممكن تسونامي يضرب المغرب، خاصنا نعرفوا ان ظاهرة التسونامي وكيف ما قالوا العلماء هي واحد ظاهرة غالبا ما كتنتج نتيجة عن حدوث زلزال، وبما ان الزلزال هي واحد ظاهرة طبيعية اللي ما يمكن حتى لشي واحد يعرفها فوقاش ممكن توقع. العلم براسو والعلماء براسهم حتى لهذه اللحظة باقيين ما يقدروش يحددوا فوقاش ممكن يضرب الزلزال، وبالتالي ما يمكنلهمش يحددوا فوقاش ممكن يوقع تسونامي، لان هذا كيبقى العلم ديالو عند الله. لهذا لا داعي لنشر الخرافات، لا داعي لنشر الأخبار الزائفة. تسونامي أو زلزال أو أي كارثة طبيعية أخرى فعلمها عند الله. العلماء تيعطيوك إشارات وتيقول لك كاين احتمال توقع، ماشي النتيجة غادي تكون مؤكدة 100%، لأن أي حاجة كتوقع في الطبيعة فعلمها عند الله، وحتى شي واحد ما يقدر يقولنا فوقاش ممكن توقع. دابا غادي نرجعوا لهذيك اللافتات اللي تعلقوا في مدينه الجديده، وشنو الدور ديالهم باش نكونوا واضحين. هذيك اللافتات كيكونوا في جميع المناطق اللي كيكون فيهم البحر في العالم، يعني السلطات كتعلق هذيك اللافتات في المناطق اللي كيكون فيها البحر، وتيقولوا الناس ان في حاله قدر الله، هذه بين قوسين، في حاله قدر الله وقع شي كارثة طبيعية أو شي تسونامي، فهاد الطريق اللي يمكن لكم تمشيو منها باش تنقذوا راسكم، لأن في حالة وقعوا الكوارث فراه البشر كيكون ضايخ وما تيعرفش فين يمشي، وبالتالي هذيك الإشارات وهذيك اللافتات كيوجهوا الناس منين يمشيو باش ينقذوا راسهم.
يعني هذاك اللافتات اللي تعلقوا في الجديدة فراهم عاديين وكاينين في جميع المناطق اللي فيها البحر في العالم، لأن السلطات من الواجب عليها أنها توجهك في حالة لا قدر الله وقع داك الشيء أن هاد الطريق منين تنقذ راسك. يعني ما عندها حتى شي علاقة باش نقولوا أن السلطة في خبارها أنه غادي يوقع واحد الكارثه بحال التسونامي وراه كيعلقوا هذيك اللافتات باش يقولوا للناس راه كاينه شي كارثه جايه، لان الكوارث الطبيعيه كيف ما قلنا علمها عند الله. كيف ما قلنا ان التسونامي هي واحد الكارثه طبيعيه تنتج بدون سابق انذار. الحمد لله حنا مسلمين كنامنوا بان الموت شي حاجه لا فرار منها، وبالتالي حنا غادي نموتوا سواء كوارث طبيعيه او بدون كارثه طبيعيه. لهذا حنا كمسلمين خصنا نتوجهوا الى الله ونامنوا بان الحياه المده ديالها قصيره وبان النهايه في اي وقت ممكن توقع. ما نعمروش راسنا بشي حاجه ما كنعلموش بها، انما العلم ديالها عند الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.